مساء الخير. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. حباباتي، حبيت نشارك معاك مطبق تاع لازانيا، نتمنى يعجبكم. صورت لكم كلش على عينيكم حباباتي. أنا نحب نطيب لازانيا هكا، نغليها واحد 7 دقايق في الماء والملح والرند والزيت، ونحط الكمية اللي يقيس البلا تاعي، ومن بعد نصفاها. كي طيب واحد 7 دقايق نصفاها ونصب نغسلها بالماء البارد، ومن بعد نحط كل ورقة وحدها باه ما نحطهمش فوق بعضهم حباباتي يلصقوا لكم. لازم كل ورقة وحدها حباباتي تحطوهم باه ما يلصقوا لكمش. وهنا حركوا باه ما يلصق لكمش كيف كيف. وتكون كمية الوقت كيك 7 دقايق، لو ماكسيموم 7 دقايق، عينيك ميزانكم هي 7 دقايق ما تزيديش. ولا خفتي ديري 5 دقايق. هنا كنت حضرت البصل والثوم والرند ودرت كعبة تاع طماط مربية كيف كيف. والطماطم حطيت 2 كعبة، 2 مغارف طماطم معجون تاع جامبو، وهذا الحرور زدتو على الاخر، وحطيت الملح والتابل والكرويه كالعاده والعوايد حباباتي. لازم تقلي الصوص تاعك لازم يتقلى مليح. ومن بعد تزيدي تضيفي اللحم، ومن بعد تضيفي الكميه تاع الماء تاعك، ما تكتريش الماء باه اللحم مرحي يكون خفيف في ساعة يطيب وديجا طاب في القليان. دونك نزيدو كميه قليله تاع الماء. وهنا الورقات نحطوهم كيما هكا حباباتي باه ما يلصقولناش، نكونوش نلهم بالماء بارد. ومن بعد هنا هاو عينيكم ميزانكم في الطياب ينشف الصوص سيبو. حضرت هنا صوص بشاميل حباباتي، صوص بشاميل معروفة، هاي الزبدة والفارينة. الزبدة كي تذوب نهبط الكسرونة تاعي فوق البوطاجي، ونحط لها الكمية 2 مغارف تاع الفارينة، ونزيد لها ونحرك مع الزبدة. كي تندمج الفارينة مع الزبدة، نزيد نلحق الكمية تاع الماء ونرجعها على النار مع التحريك المستمر باه ما تكعبر لكمش الصوص بشاميل. ومن بعد ديري البلا تاعك تدهنيه بالزبدة وتحطي له الصوص بشاميل، ومن بعد الطبقات تاعك الورقات تاعك تاع لازانيا حباباتي والصوص تاع اللحم. تزيدي تلحقي صوص بشاميل، الطريقة صورتها لكم حباباتي. تزيدي تلحقي صوص بشاميل، وتلحقي اللحم فوق صوص بشاميل، ومن بعد تحطي الفرماج تاعك، ديما الفرماج فوق اللحم، الفرماج يتحط ديما فوق اللحم. تزيدي تلحقي الطبقة تاعك تاع اللازانيا، ومن بعد تزيدي تلحقي لها صوص بشاميل، ومن بعد تلحقي فوق صوص بشاميل كيما هاك صوص بشاميل. ومن بعد نفرشو كيما تشوفوا الطريقة هذه، نفرشو كامل كيما هاكا، ومن بعد نلحق اللحم تاعي. أنا درتها على 3 طبقات، كل واحد وطريقته. أنا هكا تصلح لي تجي روعة ولا أروع حباباتي، صدقوني بنة ما تفضش. هنا الصوص حبيت ننصح يعني نصيحة. أنا مشني مالفة ندير ما نباليش كيف ما سيت على يدي تحط في الفرماج، ولفت الطبقة الأخرى الفرماج هذاك نحطها كيما كيك صوص بشاميل ديريكت للفرن على 180 درجة، ونشعلو واحد 20 دقيقة من التحت، والفور تاعنا ديجا وسخن. 20 دقيقة من التحت، 20 دقيقة من الفوق. ومن بعد ندريو الفرماج. أنا راني دريت الفرماج ومن بعد حطيتها في الفرن يعني جاتني نورمال عادي، بصح المهم الفرماج ما يتحطش درك حباباتي، هذه نصيحة. هاي كيف ما جات حباباتي، جات يعني ولا أروع، جات بنينة، ما نحكي لكمش على البنة تاع لازانيا. كي تعود مشرشمة خير من تحطها خضرة حباباتي. هذه طريقة سهلة وفي الطياب ما تدلكمش الوقت، وعينيكم ميزانكم في الطياب. وما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم طريقتي في الطهي تاع لازانيا، ونتمنى تدعموني بالبرتاج وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد. تعملوا عالم فضيلة.